أنا أشتغل هنا صار لي 6 شهور وبارك نوروز. بارك نوروز مو أنا اختاريته تحديداً، بس هيك بالصدفة. أنا برمضان أول مرة اشتغلت بها برمضان، كان يوم 15. اشتغلت هنا بس على القنينة كان. بعدين اتطور الشغل، صار يعني اكو شغل واكو رجل يمي، فجمعت فلوس وسويت عربانة. ومن سويت عربانة الموضوع نجح أكثر هيك يعني. والشغل هنا بهاي المنطقة تحديداً يعني زين الحمد لله، مو مثل غير مكان. ويعني الإكراد هنا يعني مثلا مو لبست زي كردي، ما عاملوني بعنصرية ولا قالوا إنه أوه أنت عربية لابسة كردي، لا عادي. أخذوا الموضوع بروح رياضية وبروح كلش حلوة، يعني ما انتقدوا إنه أنت عربية لابسة كردي، عادي. أخذوا الموضوع بشي كلش واو. وصار لي هنا 6 أشهر أشتغل، والسنة كاملة عايشة هنا، والشغل كلش حلو الحمد لله، والناس يعاملوني بطريقة كلش حلوة، وماكو أي تناقض ولا أي عنصرية بالموضوع وهيك يعني. أنا عندي هسه 3 تشيلي كردي، عندي قهوائي وأسود ونيلي. وأكو عالم أهل محلات وخياطين يقولوا لي إحنا نخيط لك ألوان غيرها وكذا. أكو عالم يقولوا لبسي نسائي، بس أنا لين الشغل ألبس رجالي أريح وأحسن. إن شاء الله أسوين 5 و6 وهيك، أسوين ألوان هواي. أنت صار شباب عزيز. وأني ألبس الزي الكردي لأنه أحب الثقافة الكردية عامة، سواء من عربية سليمانية دهوك كله. يعني هو حتى اللبس النسائي فشي كلش حلو، بس أنا لين بشغل ألبس رجالي. أوكي تمام. شنو؟ سويت شغل الروحي وسداعين أهلي، وفشي كلش سهل يعني تقدر حتى إذا ماكو شغل بأي مكان أنت تسوي شغل بنفسك، تعتمد على روحك، تعيش أهلك، لا تطلع حجة إنه ماكو أكو. وهذا الحب شمس أنا أجيبه من العمادية تحديداً. هيكي درسته. الدماغيك آخفتن يا فاريا